طبعا انا ما شفتش ولا جزء من سلسلة توايلايت، ولما جات لي الفرصة اني شفت الجزء الاخير اللي هو البريكنج دون الجزء الثاني. طبعا بنشوف ان بيلا اتحولت لمصاص دماء بعد ما ولدت بنتها رينيزمي، واللي نصها انسان ونصها مصاص دماء. وكمان بنشوف ان رينيزمي بتكبر بسرعه مش طبيعيه، ده غير ان عندها قدرات خاصه زي قدرتها على نقل الافكار عن طريق اللمس. وبنشوف كمان جيكوب واللي بيوصل نفسه او بيعمل حاجه زي بيكرس حياته كده لحمايه رينيزمي. وكمان الخبر بينتقل للفولتوري او اللي هم مصاصين الدماء الحكام، واللي بيشوفوا ان رينيزمي خطر على العالم بتاعهم، فبيقرروا ان هم يدمروها هي وعيلتها. وبنشوف ان عيلة كولين بتلف العالم علشان تجمع حلفاء علشان يثبتوا ان رينيزمي مش خطر ولا حاجة. وبيتواجه الفريقين في معركة خطيرة وبيموت فيها ناس كتير. وفجأة بنكتشف ان دي زي رؤية كده او فيجن بيوريها أليس للفولتوري علشان يقنعهم، وبيقتنعوا فعلا وبينسحبوا. تقييمي للفيلم هو ان هديله السيلفر ميدال. هتقولي ليه؟ هقولك علشان هم مصاصين دماء. لا بجد هديله السيلفر ميدال، لان سلسله توايلايت انا مش فان ليها، ده غير ان هي ما ابهرتنيش يعني. وبس كده، ده كان رايي في الفيلم. ما تنساش تشوف الفيلم وتقولي رايك في الكومنتس، وكمان تعمل لايك شير سبسكرايب، ولو انت على انستجرام وفيسبوك وتيك توك تعمل لي فولو.